عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا أكلة هي التونة مع الرز بطريقتنا الخاصة. أولا تقص البصل مع الثوم، بعدين تقص الطماطم لأجزاء صغيرة بهذه الطريقة. بعد ما قصينا الطماطم بهذه الطريقة نحط الزيت ونجيب التونة ونجيب البصل وهذا البصل والثوم ونضعها، نقليهم، بعدين نقليهم على الصحن. والآن وضعناها بعدين نشيل القدر ونحطه على النار على حرارة تقريبا 9 أو 8 على كيفكم. بعدين نقلبها لين ما تصير تغلي وتصير كذا محمرة. نجهز البازلاء. بعدين أنا بتكلم الحين شوية. نفتح البازلاء. شوف الحين نفتح عشان نغسلها من المواد، نغسلها عشان تتقلى مع البصل بالطريقة. بدأت أغسلها. بعدين غسلنا البازلاء. بعد ما يصير البصل يتقلى شوي نحط هذه البازلاء نصير نقليها مع البصل. بعدين نقليها مع البصل. يس أحسنت. ننتظر البصل يجهز. بعدين نقلبها. انظر بدأت تغلي. ما أدري طبعا جهزنا الرز عشان نختصر الموضوع. بس انظروا بعدين نحط البازلاء. تحمص تطلع لب. بس الحين بعطيكم معلومة بسيطة من عندي إضافية عشان بعضكم يغلط هذه يقول ما هي حلوة. انظروا هنا مكتوب لحم التونة الفاتحة قطع واحدة. هذه تطلع لذ، لكن التونة المفتفتة ما تطلع لذيذة. فأحسن لكم تختارون هذه التونة. صح. انظروا كيف صار شكل البصل مع الثوم والبازلاء شكلها مرة. إذا بعطيكم معلومة ثانية، إذا الزيت قليل حطوا الزيت حق التونة نفسها. انظروا حطوا الزيت حق التونة نفسها. هذه معلومة مرة. والحين بهارات. هنا هذا كركم، هذه كزبرة، وهذه كركم، هذه بابريكانا، وهذا ملح. إذا أنت تشوفونه حطوا على الطماطم نفسها. بعدين حطوا على البصل. بعدين نخلط زين لين ما تنقش، وشوية موية عشان البهارات تنفل. معلومة عادي مو يعني حارة ولا باردة، عادي عليك. لا قصدي مو ميها حارة ولا باردة، يعني قصدي حارة وباردة عادي ما في مشكلة. المهم ان تحطون موية. إذا تبغون شطة يعني مرة تبغون شطة حطوا فلفل حار، هو يطلع لك، لكن مو ذاك السائل. حطوا فلفل حار كذا في القعود، بس فقعة واحدة اثنتين. كذا قلبوا. الحين نحط التونة قطع واحدة. الآن بنضع التونة حبة حبة. أيوة كذا، انظروا يطلع معاكم في هذا الشكل. بعدين نقلب. أول شيء نطحن التونة كذا نفتتها عشان ما تقعد قاسي، قطعة واحدة. عشان بعدين جيتوا تاكلون لقيتوها قطعة واحدة، فهمتوا؟ فالأفضل فرتتوها عشان تطلع لكم ممزوجة. إذا شفت الملح شوية ناقص حطوا ملح زيادة. شوفوا كيف صار كذا شوية وشوفوا كيف يصير. ترى أطعم الشكل يمكن انظروا الشكل. بعض يقول والله مرة ما يشهي، بس صراحة لو تذوق تموت من الطعم. انت جرب، لا تقعد كذا بس تحكم على المنظر، احكم على الطعم. أو لا لازم تجربه. ننتظر الشكل النهائي.
خليناها خرافية بزيادة، مرة فخمة. شوفوا كيف الشكل فنان. خلي القلب مبسوط من الشكل فنان. والله مرة الطعم لا تظلم. طعم له مرة فنان. وهذه كرات الرز، هذه اللي زي القبة، سهلة مرة تسوونها. جيبوا صحن كذا زي على الشكل هذا، حطوا شوية الرز وقلبوها، مرة تطلع بهذا الشكل. يعني حتزبط معكم إن شاء الله. أتمنى أنكم تجربون هذه الخلطة الفنانة اللي إحنا سويناها ابتكرناها بنفسنا. إن شاء الله تسوون مثلها. بون ابيتي. إن شاء الله تستمتعون في الأكلة الجميلة. بون ابيتي.